بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. بقول لكم شوفوا المواعين دي كده على الاستباحة. شوية المواعين دول استباحة، ده غير اللي في الحوض. ده انا بقول لكم يعني دول كده. شوفوا اللي لسه بقى هتشوفوا اللي على الحوض كمان. دول كان باقي فيهم اكل كده من الفطار، فقلت اخليه يسحروه. بس احنا ما بنسحرش اكل يعني بيبقى فايض من الفطار، لا رز ولا خضار ولا حاجات من دي. بس انا قلت احتمال يعوزوه، فمشيت عايز صراحة. فاضطريت بقى ان انا ارمي له البط. هو مش كانت حاجات كتيرة يعني عشان ان انا عينها مثلا نفطر بقى تاني يوم ولا حاجة. ده كانت حاجات بسيطة، بواقي وكده. فزي ما انتوا شايفين بقى كده، لميتها بقى في جردل البط كده. قلنا نطلعها بقى للبط يستفيد بيها. دي كان رز بسمتي وحتة جلاش. فبرضه كان بقى لها كام يوم، فما عادش ينفع تتعان اكتر من كده يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى جبنا سمك عشان الفطار. بعتنا جبنة طبارة كده، قلنا نشويها النهاردة. فلما صلى على النبي بقى قلت اما اغسلها واحطها في التلاجة. المطبخ بقى ساعة ما بخشه كده الساعة 10 11 ما عدتش بطلع منه الا بعد الفطار، اما اغسل المواعين. والله اما اغسل المواعين بتاعت بعد الفطار. طول النهار في المطبخ. يعني مثلا كان شوية هدوم اطلع انشرهم، اوضه ارتبها، يعني اطلع عند البط واجي تاني. هو المقر بتاعي الرئيسي هو المطبخ. يلا الحمد لله، ربنا يعيننا ويعينكم ويعين الناس كلها يا رب. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلينا وعلى أمة الإسلام يا رب. نغسله بقى كده غسلة حلوة ونرص ونحطه بقى في التلاجة. الدنيا حار يعني، الجو بدأ يحرر، ما ينفعش ان انا اسيبه بره. لو غبت يعني عن سيبته اكتر من نص ساعة بره، قلت لا، ما يدوب كده بقى، لا الدنيا حر يبوظ مني ولا حاجة. خسارة، الطبارة غالية ب110 و120. غالية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ندخله بقى كده التلاجة ونشوف بقى، نغسل شوية المواعين دول ونشوف هنعمل ايه تاني. وهنعمل صينية كده المحوجة مع بعض، او اللقمة الصفراء حسب ما بتسموها بقى. احنا بنقول مثلا عليها اللقمة الصفراء، وفي ناس بتقول المحوجة، فكل واحد حسب ما بيقول بقى. انا كده بس اروق الحوض الاول كده عشان اعرف اشتغل. بعد جبت مقادير كيلو دقيق من العطار، اداني شوية حلوين كده ب20 جنيه او ب25، حاجة زي كده. حلبة بقى اللي هي المطحونة ديت وحبة البركة وسمسم. محوجها لي يعني تحويجة حلوة. انا قلت له اعمل لي مقادير كيلو، فبعت لي حبة حلوين حوالي ربع كيلو كده. الربع كيلو بنحط له مثلا كوبايتين سكر وكوبايتين زيت، اللي هي المجات بتاعة الشاي. بس انا بقى عيرت بكوباية المية، بس هي برضو كوباية المية عندي صغيرة مش كبيرة يعني. وكيس بيكنج باودر وقلم فانيليا وخلاص على كده. بس نتفضل الاول من شوية المعان اللي على الحوض دول، لانني لو صراحة غبت عليهم او كده هكسل اغسلهم والله. هما الاخر في الاول وفي الاخر انا اللي هغسلهم، بس هكسل. فقلت يا بنت كده الشطاري، بعد ما جيت بقى من عند البط من فوق، قلت اما اغسلهم بقى الاول كده ونرتب الدنيا، وبعدين نعمل الصينيه المحوجه مع بعض بقى. كنا المطبخ نضيف كده، وغسلت كمان البوتاجاز ومسحت المطبخ واشتغلنا فيها على رواقه كده. كنا بقينا الساعه 2 ونص الظهر بقى، يعني بعد ما خلصت كل اللي ورايا. لا اله الا الله. دي كده بقيت المواعين. هنا بقى السمك اهوت، غسلته كده وصفيته وخليته زي العسل ودخلته التلاج. هنا بقى كنت عايزة ابل شوية بلح للعصير، فبكسره بقى كده وبحوش النقع منه او النوى منه، وتحط في الطبق دي كده اشطفه. وبعد كده بقى ايه، انشله من المية ده، احطه في مية نضيفة بسكر وادخله التلاج. بيبوش بقى. احنا بصراحة مش هو مش يعني مش بنحبه باللبن. احنا بنحبه نعمله بمية كده، والسكر بتاعه ما تكترش عليه سكر عشان البلح طبعا بطبيعته مسكر. ف اللهم صل على النبي، ما تكترش عليه السكر.
وتنقعيه، وتيجي قبل الفطار كده ب10 دقايق ولا حاجة، تلفيه في الخلاط لفتين اتنين كده ولا 3 بالكتير، بيبقى معاكي زي العسل. بتصب بقى الكوبايات، وبيبقى البلح راسي مثلا في أرضية الشفشق، بتاخدي بقى كده بمعلقة ولا كبشة ولا حاجة، وتكملي الكوباية، وتحطي فيها شوية بلح كده ولا حاجة بقى. لأن بنبقى بعد ما بتشربي العصير بيبقى في أرضية الكوباية بلح، بتاكليه بقى كده بالمعلقة. فاحنا بنحبه كده صراحة، لكن باللبن مش حبناه باللبن. يا رب عنا وقوينا يا رب على حالنا، وعين كل واحد على حاله يا رب. حبايبي واخواتي ومتابعيني وسندي وعيلتي التانية في القناة، تسلمولي يا رب. وبشكر كل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا عندي واشتركوا عندي. والله العظيم انا اما ببص كده في القناة وبلاقي مشترك جديد دخل عندي، انني بشكره والله العظيم. يعني انني يعني مش عارفة اقول له ايه والله. فربنا يجازيكم خير يا رب، كل اللي بخش عندي وباشتراك عندي، وشاهدوا لي كده الفيديوهات يا رب، وتشاهدوا لنا والكومنتات المحترمة اللي بتكتبوها. عايزين القناة هنا بقى كده ايه، نقع خلاص كده، اتنقع بقى، اتغسل وشطفته يعني بشوية مية، بيبقى عليه تراب كمان، البلح دوت سايب، ما هوش من الاكياس المغلفة، فبحس ان هو بيبقى متعفر وكده. فبشطفه كده بشوية مية بقى، وبعدين احطه في المية بتاعته اللي هي هتبقى عصير بقى، والسكر، وهدخله التلاجة. وبشكركم كلكم يا حبايبي، بس تشاهدوا لنا بقى ايه الفيديوهات كده للاخر، ولو حتى 3 دقايق بس في الفيديو، وتشتركوا عندي في القناة، والكومنتات المحترمة، وتسلموا لي يا رب. هنا بقى هنعمل صينية المحوجة بتاعتنا او اللقمة الصفرا. معايا كيلو دقيق اهو زي ما انتم شايفين، دقيق الاصيل. الدقيق ده هو اللي ماشي في السوق اصلا يعني، نظيف وجميل وزي العسل. لا اله الا الله. بس كده نخلناها اهوت. هنشوف بقى هنحط معاه ايه دلوقتي. هو نضيف صراحة، الدقيق ده نضيف، اي دقيق مغلف بيبقى نضيف، بس انا لازم انخله كده زي ما انتوا شايفين. ليه؟ ربما يكون في سوسة، يكون في دودة في الدقيق، الجو بدأ يحرر، فما انتش ضامنة الدقيق فيه ايه. لازم انخله كده، وتشهد عليه كده وتنخليه. هنا بقى حطينا ايه، حطينا كيس بيكنج باودر اهوت، وحطينا الحلبة بتاعتنا اللي هي التحويجة، وكان عندي ازازة كده فيها شوية فانيليا حطيتهم اللي هي ريح الموز. ومعايا الكوباية بقى هنحط بها ايه، قلم فانيليا اهوت، وكوبايتين زيت وكوبايتين سكر. يا سلام بقى لو عندك عسل اسمر، بديل السكر عسل اسمر. هو بيخليها غامقة شوية، بس بيبقى طعمها حلو بالعسل، ومش وحشة بالسكر ولا حاجة، بس يعني بحس ان هي بيبقى بالعسل اطعم شوية، هي بتبقى غامقة حبة بس بتبقى طعم. برضو كوبايتين عسل، يعني حوالي نص كيلو عسل هتحطيه برضو. هو مقدار الكيلو معروف، كوبايتين عسل وكوبايتين زيت، اللي هو المجات بتاعة الشاي. او مش حاطة عسل، 2 سكر و2 زيت، بس مش اكتر من كده على مقدار الكيلو الدقيق. شوفي بقى انت هتعملي كام كيلو مثلا، هتضاعفي الكمية، هتعملي اقل من كده هتقللي الكمية. لا اله الا الله. هي ما بتحطش لها ميه كتير ولا حاجه، هي بتتبس كلها كده في بعضها. انا جايبه معايا كوبايه ميه يعني هسقسق منها كده نقطه بنقطه كده، لغايه ما بقى يتلف بس معايا الدقيق كده، ويتوه في الزيت والسكر والحاجه دي اهو. هي بتتبس كده، بس انا بقى زودت لها ميه شويه، طرت مني بقى شويه في الاخر، بس يلا ما يجراش بقى. فانتم اللي يعملها بقى يخلي باله ما يحطش لها ميه، نقطتين 3 بس ميه بالكتير، وخلاص على كده. لكن انا الكوبايه اللي معايا ديت اللي هي مكان السكر والزيت يعتبر حطيتها كلها، فهي مش كانت لازمه ان انا احطها كلها صراحه. حسيت ان العجينه طلعت مني شويه، بس هي طلعت زي الفل برضو في منتهى الجمال،
وحاجة كده ما اقولكوش بقى الطعم وريحة حاجة كده عسل. يلا يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين، وتعملوا وتتهنوا وتاكلوا وتتهنوا. يا رب ما يدخل حاجة وحشة على حد ابدا يا رب. يجعله عيد سعيد كده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها أجمعين يا رب العالمين. أيوة بس كده، ما بتعجنش، ما بتلاقي، هي مش بتتلات يعني الحاجات النواعم ديت زي الكحك والبسكوت والحاجات دي مش بتتلات، هي بس كده بتتوهيها في الدقيق والسمنة والحاجات بتاعتها كده، يعني بتفتحيها بس كده. الحاجات النواعم دي ما بتتعجنش. كنت عايزة أعمل غريبة وبوتفور بس صراحة مش بنرتاح فيهم، فقلت هعملهم وأكلف عليهم، والسكر غالي والسمنة غالية والحاجات غالية فقلت هعملهم وهكلف عليهم ومش بنرتاح فيها يعني. ف عملنا كحك وعملنا بسكوت وعملنا المحوجة اهي، وجالنا كحك وبسكوت كمان من بره، ولسه هنجيب تاني بإذن الله يعني. انا كفايه كده كفايه، هنعمل بقى البيتفور ونعمل غريبه ومش بناكلها، هعملها وارميها؟ لا حرام في الايام دي، خساره وحرام. لا اله الا الله. ايوه كده عجيني، حط صحتك كلها ان كان عندك شويه صحه النهارده حطيهم في والله يا جماعه لما جيت فطرت وجيت بعد الفطار ما بقيت قادره اتحرك يعني. يعني صليت العشاء كده والمغرب بقول تروحوا لي اهو، مش بقيت قادرة والله. ليه؟ طول النهار واقفة وطول النهار دوخة كده في البيت، وزي ما انتوا عارفين يعني الدوخة دي عند كل واحدة ست في البيت، هي عارفة يعني من غير ما انا اتكلم، هي عارفة اللي بيحصل ايه. طول النهار واقفة على قدمها يلا الحمد لله. وبالذات بقى اللي زي حالتي كده اللي مش معاها بنات. يلا حبايبي ربنا يعيننا ويعينكم يا رب. هنا بقى جبت الصينية الكبيرة بتاعتي ديت، هنحط فيها نقطة زيت، ونمسكها بقى ايه كلها نفردها بقى في الصينية، وبتتقطع وهي طرية زي الجلاش كده وزي الحاجات دي بتقطعها وهي طرية. وبعد كده برضو ما بتطلع من الفرن وهي لسه سخنة كده بتمشي السكينة تاني مكان ما كنت مقطعة في الأول، عشان ايه تعرفي تطلعي القطعة بقطعتها كده وما تتكسرش ولا تتهري منك ولا حاجة. وسهلة وبسيطة وجميلة وحلوة يعني مش وحش اهو، جنب الكحك وجنب البسكوت وجنب الحاجات ديت. يا رب. يعني تفردي بقى كده لغاية ما تفردها كلها كده وتخليها كلها مستوية مع بعضها، ما فيش فيها جنب تخين ولا جنب مثلا يبقى رقيق ولا كده، ولا الوسطانية تبقى تخينة، زق من النص كده وحطي في الجناب وفردي بقى. هاتي من النص كده طلعي على بره وفردي، اتكي كده بكفة ايدك وفرديها. ايوه كده، واضغطي بقى عليها وبعد كده تتقطع بقى بالسكين. عملتها في فرن البوتاجاز والله ما خدت حاجة، 10 دقايق كده وانا قاعدة في المطبخ في ثواني. لازم تخلي بالك منها عشان ما تتحرقش، لانني جيت من حوالي يعني كنا في الشتاء كده، كنا في يوم برد وفي عز الشتاء، فقلت اما اعملها، فجيت بقى عملتها وزي ما زي دي بالظبط كده، بس كانت كمان احلى واعلى من دي. ودخلتها بقى فرن البوتاجاز وسهيت عليها شوية طلعت فحمة بقى. يعني سهيت عليها ايه، مفيش 5 دقايق طلعت من فوق ومن تحت ما اقولكوش هي والفحم واحد. قلنا يلا حصل خير، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. يمكن كانت هتيجي في حاجة أكبر من كده، وجت في صينية اللقمة الصفرا أو المحوجة.
وشلتها بقى بحالها، والله حطيتها للبط بحالها. قلت يلا بقى حصل خير، هنعمل ايه يعني. كل اللي سيت والله ما كنت يومها بغسل وطلعت على البلكونه انشر، يا دوب نشرت حبه الغسيل ودخلت لقيت الريحه ما اقولكوش بقى والدخانه. قلت الحمد لله ربنا سترها. فالنهارده بقى كنت محرسه بقى، حاطه عينيا في وسط راسي معاها، اعدلها. اعدلها كده، جبت كرسي حمام صغير حطيته قدام البوتاجاز وقعدت لها بقى. هي ما بتحمرش من فوق ولا بتولع عليها الشوايه ولا حاجه، هي مجرد من الجناب ما بتلاقيها احمرت وخدت اللون الذهبي كده، اعرف ان هي كده استوت، بتطلعها بقى من الفرن. هنا كنت قاعده كده بقى بدور فيها شمال ويمين عشان ما تتلهفش مني ولا حاجه. هنا بقى طلعت وزي الفل اهيت، والقطعه بقطعتها، وحاجه بقى طعم بقى وريحه وجمال ما اقولكوش. بألف هنا للي يشوف حاجه وبألف هنا للي يدوق. لا اله الا الله. حاجه كده عسل. هما بالشوية دول والله. وفي كام حتة كده تكسرهم لميتهم في طبق صغير. كسروا بقى ليه وانت بتطلعاها من الصينية بتبقى شادة شوية في الصينية. هنا بقى كنت مولعة الفرن الساعة 5:30 بشوي السمك. ولعت على الرز وقشرت بطاطس نقعتها، قلت على ماشي وأقوم أحمرها. وطلعت كانت الساعة 5:30 بالظبط، قلت يا دوب أشوي بقى. يا دوب قمت مفيش 10 دقايق كان لسه بقى على الفطار، قمت بقى ايه حمرت البطاطس وجهزت الفطار على طول. وهنا كده يا حبايبي الفطار بتاعنا اهوت، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، وما تنسوناش بقى باللايكات والكومنتات العسل والاشتراكات. حبايبي بحبكم في الله، وتسلموا لي كل سنه وانتم طيبين. حبايبي تسلموا لي يا رب، وعيد سعيد عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب. مع السلامه يا حبايبي، مع الف الف سلام.